أهلا بيكم في بودكاست جديد. بودكاست عن كيفية التحول من العقل اللاواعي إلى العقل الواعي. في البداية كده، لو حابين الكونتاكت اللي أنا بقدمه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، ولو عجبكم البودكاست ما تنسوش تعملوا لي لايك. ويلا نبتدي. أولا، في حاجة لازم تفهموها عن الوعي. الوعي هو المنطق الوحيد اللي ممكن الإنسان يعرف بيه نفسه، بأنه عنده ذكاء اجتماعي، ذكاء نفسي، ذكاء ديني وغيره. علشان طبعا يبقى عندنا ذكاء اجتماعي وذكاء نفسي وغيره كتير، لازم نتثقف في مختلف المجالات، ولازم يبقى عندنا وعي بمنتهى السهولة في أمور كتير جدا. من ضمنها مثلا ان احنا نتعلم من اخطائنا الفترة اللي فاتت، وفي نفس الوقت نقدر نتجاوز الاخطاء اللي هتحصل في المستقبل بمنتهى السهولة، وكمان بدون هشاشة نفسية. علشان نبقى فاهمين ان الانتقال من اللاواعي الى الواعي بياخد وقت، لازم نبقى فاهمين ان الوقت ده لا يقتصر ابدا على زمن معين، يعني شهر، 6 شهور، سنة. كل ما يجي موقف يختبر الوعي بتاعي وتصرفت فيه كويس كده، انا بترفع درجة من العقل اللاواعي الى العقل الواعي. يلا نبتدي كده نشوف كم موضوع وكم حوار نقدر ان احنا نتخذه في حياتنا علشان يبقى عندنا تحول من اللاواعي الى الواعي، وننتقل ستيبس كده ودرجات في مرحلة الوعي بالذات. اول حاجة لازم نتعلم من التجارب القديمة وناخدها فعلا تجربة للتعلم، وما نحاولش ابدا نتعرقل ولا يبقى عندنا هشاشة نفسية. لازم يبقى عندنا هدوء واتزان نفسي وعدم اضطراب وقت المشكلة. بوينت كمان محتاجين تعرفوها، ان عملية الاتصال بالله لازم تكون قوية جدا وسليمة. الاتصال بالله من اقوى مهارات العقل الواعي، من اقوى مهارات العقل اللاواعي اللي ممكن الانسان يكتسبها في حياته. انا المفروض كنت حطيت النقطة دي في اول البودكاست، بس معلش، يعني انا اللي مضطربه شويه اليومين دول. بس بجد المعلومه دي او البوينت دي مهمه جدا جدا جدا. خدوها كده على مدار حياتكم، وخليها تنور لكم درب الحياه كده وانتم ماشيين. عملية الاتصال لازم تكون سليمة وتكون قوية. يعني وانس حصل لي مشكلة بجري على الله. في شيء جديد عاوزة اتعلمه، مش معايا دخل كافي او معيش سيولة كافية، بلجأ لله. وهنا هتبقى العملية تكبر وتقوى عن طريق التدرج. وعي الإنسان بالترددات المختلفة، دي نقطة رقم 3. التردد التليفون تردد منخفض. الأكل المصطنع والمصنع بواسطة الشركات طبعا 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 تردد منخفض. أي شيء غريب له علاقة أنا ما عملتهوش، ده يبقى تردد منخفض. لازم يبقى التردد بتاعي مرتفع، وابقى فاهمة التردد بتاعي عامل ازاي في اليوم. يعني على سبيل المثال، لو انا ترددي منخفض، من ضمن الترددات المنخفضة اللي ليها علاقة بالطاقة السلبية، الصداع، المرض عموما، دور برد، متضايقة، عندي حزن، اكتئاب. كل ده يندرج تحت بند الانسان تردده منخفض، مش قادر يبذل طاقة، ما عندوش طاقة اصلا، مفيش طاقة موجودة. كل ده يندرج تحت بند الترددات المنخفضة. وطبعا الانسان المفروض ان هو بيحاول ان هو يرفع تردده كل يوم، يصحى من النوم يرفع التردد، كل يوم يصحى من النوم يرفع التردد بتاعه. علشان بس نرفع التردد لازم نبقى واعيين اصلا بايه معنى التردد. تمام. وديتكم امثله كمان. نقطه مهمه برضو، وعي الانسان بالاستغفار. لازم يبقى عارف ان الاستغفار بيستخدم لكل شيء لازم يبقى عندنا وعي بمفهوميه الاستغفار، وانه بيستخدم لكل امور الحياه تقريبا. في نقطه كمان محتاجه اتكلم معاكم فيها، ان الانسان لازم يدرك جمال الدنيا والسيطره على حياته من خلال انه يبقى مدرك لعمليه الحب والاهتمام، وان الدنيا قصيره قوي، وان في ناس فعلا بتضيع حياتها وعمرها في عمليات السيطرة والغل على حياة الناس وعدم الاتزان النفسي. لازم نفوق وناخد بالنا من حياتنا، ولازم نبقى فاهمين وقادرين نفهم ان الدنيا جايين هنا نعيش فيها بمنتهى الهدوء النفسي والسكينة والسلام، مش جايين ابدا نغل ونسيطر على حياة الناس. من ضمن امور الوعي برضو لازم نبقى فاهمين ان احنا جايين الدنيا نحمي نفسنا من حاجات كتير ليها علاقة بشرور الناس. لازم يبقى عندنا حماية نفسية، لازم يبقى عندنا إدراك
للامور لازم يبقى عندنا شوية من الصلابة النفسية والمتانة، وان ازاي الانسان يبقى عايش قوي ومهما يجيله ظروف ما يتأثرش. طبعا هو احنا هنتأثر، بس بلاش التأثير المفرط اللي بيخلينا نستسلم مثلا نعيش دور الضحية. بلاش كل الكلام ده، نوقفه فورا. مش عارفة دي البوينت رقم كام تقريبا، بس دي اخر بوينت، ان احنا نقدر نتعامل مع القلق وايام عدم الاتزان النفسي والتوتر. لازم نبقى حاطين ليميتس وحدود للاخرين، لازم نبقى عندنا علم سيف سيركل. كل المعلومات دي لازم تبقى موجودة عندنا. اتمنى البودكاست يكون عجبكم، اشوفكم بودكاست جديد، مع السلامة.